بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد هند، عميد الكلية، كلية حقوق اسكندرية، من أقدم كليات الحقوق في مصر. انشأت سنة 1941. كان مقرها الأول في بكوس وبعد كده في الشاطبي، وبعدين اتنقلت 1961 للمقر الحالي في سوطة. الدفعة الحالية اللي هي دفعة 2008 من الدفعات المميزة، وبذلوا جهد غير عادي، ونتمنى لهم التوفيق الدائم في حياتهم العملية. لذلك بنأمل وبندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه المجموعة دفعة 2008، وبنتقدم بالتهنئة أيضا لأوائل الكلية، سواء من الدفعات سنة أولى سنين سنة أولى وسنة تانية وثالثة ورابعة، أوائل الخريجين، وخاصة أن هم بذلوا جهد غير عادي وأثبتوا تفوق طوال سنوات الدراسة. دكتور محمد باي، وكيل كلية لشؤون التعليم والطلاب. الاختصاص باختصار هو القيام على المسائل التعليمية المتعلقة بالطلبة ورعاية شؤون الطلاب بمختلف أنواعها التعليمية والتدريسية. بنتهز المناسبة دي علشان أهنئ أبناء الطلاب الذين تفوقوا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم هذه النعمة الكريمة. إبراهيم أحمد خليفة، أستاذ دكتور مساعد بكلية الحقوق جامعة اسكندرية، قسم القانون الدولي العام، والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، وقائم بعمل رئيس قسم القانون الدولي العام بالكلية. وعن مركز الخدمات أو الدراسات القانونية والاقتصادية، يعني نحب ان احنا نعرف بيه ونوضح الدور اللي بيقوم بيه في داخل الجامعة وداخل المجتمع، باعتباره النافذة على المجتمع. المركز أنشئ سنة 25/11/1986 بقرار مجلس الجامعة، وكوحدة ذات طابع خاص، وبيقدم مجموعة أساسية من الدورات في شتى المجالات القانونية والاقتصادية، وكذلك بينظم مؤتمرات علمية وندوات علمية بتتعلق بكافة القضايا التي تهم المجتمع المصري والمجتمع الدولي في نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. دي تعتبر أول محاضرة معاكم. هعرفكم على نفسي بداية. أنا اسمي جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد بالكلية، ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، والمدير التنفيذي لوحدة التعليم المفتوح بالكلية. النهارده إن شاء الله بنهني زملائكم اللي اتخرجوا قبلكم، ونتمنى لهم دوام التوفيق. وأيضا نتمنى أن يكونوا مدافعين عن الحق وعن العدل، وأن يكونوا متصدين للظلم والبغي، وأن
أن يكونوا نافعين لمجتمعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور فايز محمد حسين، أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه كلية حقوق جامعة اسكندرية. أنتهز هذه المناسبة السعيدة وأهنئ طلاب دفعة 2008، وأنا كان لي الشرف أن أنا درست لهم في الفرقتين الأولى والثانية. أتمنى لهم كل التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل من سولت له نفسه فعل الجرائم، اعلم إن هناك من يراك، واعلم إن القانون عادل، واعلم إن هناك حملة لواء العدل يزدادون كل عام. كم ضحوا وتعبوا وسهروا هؤلاء السادة والسيدات من أجل دينهم ووطنهم، واليوم نشهد حفل خريجي السنة الماضية، وما زالت مسيرة العطاء ممتدة، والتنافس على التفوق أمر محمود يشعل في النفوس حماس الرغبة في التفوق، فيسمو فيها التطلع إلى حب النجاح والسعي إليه.